السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي غادي نقدم لكم فيه هذا البغيوش اللي كيجي رائع جدا. المنظر ديالو كيجي راقي والمذاق ديالو كيجي غزال، كيجي خفيف بزاف، والاهم انه بمقادير بسيطه بزاف والطريقه ديالو سهله بدون دلك وبدون زبده. كيجي رائع جدا وتقدروا تخرجوا منه جوج ديال الشكيلات كيف ما درت انا. فانا خرجت منه هذا البغيوش الحلو اللي زينته بالشوكولا اللي كيف كتشوفوا معايا، وخرجت منه ايضا هاد الخبيزات هادو اللي كيجيو بحال القريشلات بالزنجلان. يمكن لكم تاكلوهم مع اتاي او القهوه، ويمكن لكم ايضا ديروهم على شكل ساندويتش. فبقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديال هاد البغيوش. فنبداو على بركه الله بطريقه التحضير، وفي نفس الوقت نشوفوا المقادير. هنا غادا نحتاج جوج كيسان او كاسين من الماء الدافئ. غادي ندير معاهم ملعقه كبيره من السكر وملعقه كبيره من خميره الخبز او الخميره حبيبات. غادي نخلطهم وغادي نخليهم جانبا يتفاعلوا. في اناء غادي نوضع جوج معلقات او ملعقتين من السكر الخشن، كيس من السكر بنكهه الفانيليا ورشه ملح. من بعد غادي نضيف بيضه ثم بياض بيضه. غادي نحتفظ بالصفار للدهن باش ندهن به الوجه ديال البغيوش ديالي. صافي، وغادي نخلط غير واحد التخليطه خفيفه هنايا قبل ما نزيد باقي المكونات. غادي نحاول نخلط داك الصفار او البيض مع السكر سكر الفانيليا. غادي نخلطهم غير واحد التخليطه خفيفه، عاد غدا نكمل باقي المكونات. غادي نوضع هنايا نصف كأس من الحليب بحرارة المطبخ ونصف كأس من الزيت. عندي هنايا هذا الكأس هو اللي كنعبر به جميع المكونات. عبرت به الماء، درت جوج كيسان وعبرت به الزيت وعبرت به الحليب. صافي، هنايا غادي نخلط هاد المكونات كامله. عاد غادي نضيف عليهم داك الخليط ديال الخميره والسكر. غادي نخلطهم، غادي نضيفهم على باقي المكونات وغادي نخلطهم. عاد غادي نبدا باضافه الدقيق. هنايا الدقيق غادي نضيفه بالتدريج. غادي نضيف كأسين من الدقيق او 3 كؤوس عفوا من الدقيق الابيض، وغادي نخلط حتى كيدخل ليا داك الكميه ديال الدقيق اللي درت مع الخليط ديالي. عاد كنزيد نضيف باقي الكميه ديال الدقيق. عقلوا معايا، هنايا درت 3 ديال الكيسان من الدقيق الابيض. غادا نزيد نضيف هنايا كأس، يعني 4 ديال الكؤوس. شوفوا معايا كيبان مازال مطلوق بزاف، فغادا نزيد الكأس الخامس بالتدريج باش تسهل معايا العمليه وتدخل ليا يعني كميه الدقيق بسهوله في الخليط. صافي، هنايا غادا نزيد الكميه اللي باقا ليا ديال الدقيق وغادا نخلط جيدا حتى كيدخل الدقيق مزيان. هذا هو الكأس الخامس، غادا نكملو كامل. صافي، غادا نبقى ندخل الدقيق ديالي. هنايا غادا نستعن بيديا باش غادا ندخل الدقيق مزيان وما يبقاوش عندي كاع دوك الحبيبات ديال الدقيق او الدقيق يبقى مكتل لينا في الجوانب يبقى لاصق عاود. صافي، غادا نبقى نخدمها هكذا، واخا كتكون صعيبه شويه ماشي صعيبه، غير هي كتكون كتلصق وخصك تعرفي تتعاملي معاها. هذا الكأس السادس ديال الدقيق غادا نبقى ندخلو غير بشويه بشويه. ف بقيت كنضيف الدقيق بالتدريج. انا درت 6 ديال الكيسان ديال العنبه من الدقيق، غير هو ما كنديرهمش في دقه واحده، كنبقى ندخلهم غير شويه بشويه. صافي، حتى كنكمل 6 الكيسان كاملين. صافي، هنايا دخلت الكميه ديال الدقيق كامله. فكيف كتلاحظوا معايا فالخليط ديالي او العجينه ديالي فكتلصق، مازال ما قابطاش راسها، كتلصق على اليد، وهذا هو المطلوب. ما تكونش قاصحه وقابطه بزاف راسها، خصها تكون على هذا الشكل هذا، يكون القوام ديالها هكذا وتكون مازال كتلصق في اليدين
باش كتجي البغيوش ديالنا كيجي خفيف وما كيجيش عامر من الداخل وتجي فيه البابه بزاف. صافي هذا هو الشكل ديال العجينه ديالي. غادا نخليها ترتاح، ما غاداش نحتاج ندلكها بزاف. صافي غادا نجيب هنايا البلاستيك الغذائي ديالي وغادا نغطيها وغنخليها تخمر مزيان. هنايا من بعد ما خليتها تقريبا 4 ساعة حتى ل 20 دقيقه، فهذا هو القوام اللي كنحصل عليه من بعد ما تضاعف الحجم ديالها. غادا نحاول نفك داك البلاستيك الغذائي وغادا نستعمل بشويه ديال الزيت باش نخرج الهواء من العجينه ديالي. غادا نبقى ندير هاد العمليه حتى كنخرج الهواء كامل من العجينه باش تجينا سهله باش نشكلوها كويرات. صافي في كل مره غادا ندهن اصبع يديا بالزيت باش ما تلصقش، حيت قلت لكم العجينه راها كتلصق، وهذا هو السر باش يجيوك لا القراشل ولا البغيوش يجيك زعما يجيك رطب ويجيك مقطن. هذا هو السر، هي العجينه تبقى كتلصق. صافي هنايا غادا نستعن بالزيت وغادا نشكل العجينه ديالي على شكل كريات، ونحاولوا ما امكن الكريات يكونوا في نفس الحجم، ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار. عاود هنايا انا درت خويزات متوسطات، حيت راه ملي كيطيبوا كيزيد الحجم ديالهم وكيزيدوا يتنفخوا، فمن الاحسن ما ديروهمش كبار بزاف باش ما يجيوش ملي يطيبوا ما يجيوش كبار بزاف يجيو معيقين. صافي هنايا غنستمر بنفس الطريقه، غنستعن بالزيت وغادا ندير الكويرات ديالي حتى نكمل الكميه ديال العجين كامله اللي عندي. صافي هنايا من بعد ما درت الكويرات ديالي هنايا غادا نحاول نقرصهم شي شويه غير باطراف الاصابع ديالي، غير بشويه غادا نحاول نقرصهم ضروري من هذه العمليه. فإلا خليتوهم هكذا مكورين على شكل كره، فملي كيبغاو يطيبوا وكيتنفخوا صافي كيتهرسوا من الفوق او كيتشقوا من الفوق. فمن الاحسن ضروري كتقرصوهم على هذا الشكل باش يلقاو البلاصه فين يطلعوا وما يتفرقعوش من الفوق. ونفس العمليه كنستعمل بشويه ديال الزيت، غير شويه ماشي بزاف، كنستعمل بشويه. وهاد المرحله ما كيبقاوش يلصقوا بزاف حيت سيبون كيكونوا خمروا وشويه العجينه كتولي مطلوقه وطايعه في اليد. صافي هنايا غادا نقرصهم على هذا الشكل. هنايا حصلت على 9 ديال البغيوش في هاد اللاطه هذه، واللاطه الاخرى حصلت فيها على 4 تقريبا. يعني راها كتحصلوا على كميه لا باس بها غير بدوك 6 الكويسات ديال الطحين. صافي هنايا غادي نخليهم حتى يخمروا مزيان. هادو هما 4 تقريبا وحده صغيره يعني 5. صافي من بعد ما خمروا ليا، من بعد ما خمروا فغادا ندهنهم هنايا بالصفار ديال البيض اللي سبق ليا واحتفظت فيه في الاول، ودرت معاه شويه ديال الحليب وواحد القطيره ديال الخل باش ما كتبقاش فيه ديك الزفوره وما كيجيش معيق بزاف فوق، يعني ما كيعطيش دوك الصفوره الخايبه فوق الكريسات. كيجي يلا عاطي ديك التحميره، يعني داك اللون مديهب كيجي زوين، داك اللون اللي كنبغي انا على بهذه الطريقه كنحصل عليه. المهم صافي هنايا كنحاول ندهنوا الخبيزات ديالنا كاملين حتى من الجناب. صافي من بعد كنزينوهم باي شيء متوفر. انا غادي نزينهم هنايا باللوز ايفيلي. غادا نزين هاد البغيوش اللي عندي، يعني هاد 9 ديال البغيوش اللي في هاد اللاطه، فغادا نزينهم باللوز ايفيلي كيف كتشوفوا معايا. غادا نحاول نوزعو على الوجه ديال البغيوش ديالي، والاخرين دوك 4 الاخرين اللي عندي غادا نزينهم شويه ديال الججلان. كيف قلت لكم الاختيار كيبقى لكم، وبجوجهم كيجيو زوينين. انا بالنسبه ليا هادو غادا من بعد كيف غتشوفوا معايا غادا ندير لهم شويه ديال الشوكولا من الفوق، شويه ديال السكر كلاصي باش كيعطيونا ديك الحلاوه وداك المذاق الحلو فيهم. هادو هنايا غادا نزينهم، غادا نديرهم حتى هما بنفس الطريقه بداك الخليط ديال صفار البيض والحليب والخل، وغادا ندردر عليهم غير شويه ديال الجيجلان، وحتى هما كيجيو مذهبين وكيجيو زوينين ومقطنين وهشاشين. والاهم انهم كي قلت لكم ساهلين، ما كتحتاجيش بزاف ديال الوقت ولا بزاف ديال الدليك فيهم. صافي من بعد غادا نخليهم يزيدوا يخمروا واحد شويه، وغادا ندخلهم على الفرن على درجه حراره 160 درجه. من طبيعه الحال تكون المروحه يعني من الفوق ومن تحت العافيه حتى كيذهبوا في هذا اللون. هذا كيعطينا هذا اللون مذهب، يعني ما كيكونش محمر بزاف،
كيف كتلاحظوا معايا فكيكونوا طايبين مقادين ما شاء الله. صافي هنايا غادا نخليهم يبردوا شويه، عاد غادا نزينهم بالسكر كلاصي كيف كتلاحظوا معايا. والتزيين كيبقى اختياري، نتوما اللي كتختاروا على حسب المتوفر عندكم. بالنسبه لي انا فضلت ندير هكا السكر كلاصي، وغادا ندير خطوط ديال الشوكولاته السوداء، كتعطي واحد المنظر زوين، واحد المنظر راقي، وحتى الطريقه كتكون سهله ومتوفره عند الجميع، يعني مكونات سهله. هذه هي اللاطه الاولى اللي خدمت هنايا. فكنتمنى البغيوش ديال اليوم يكون نال اعجابكم والشرح ديالي يكون وصل لكم. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء، وديروا ابوني او متابعه القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا هاد لا فيديو. وهذه هي اللاطه الثانيه ديال الخبيزات ديالي اللي خرجتهم حتى هما من الفران، وغادي نخليهم حتى يبردوا، راهم مازال سخان فكيجيو هشاش بزاف صدقوني. ما غاديش تندموا نهائيا على الوصفه الا جربتوها. فهذا هو الشكل ديالهم، يمكن لكم تناولوهم حتى هما مع كويس داتاي ولا قهوه، ولا يمكن لكم ديروا بهم الساندويتشات على شكل همبرغر، فكيجيو هشاش بزاف وزوينين وصحيين. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.